البككة تستهين بشهداء بشمركة كردستان ال10 في قرية خضرجيجة ليلة الثاني من كانون الأول الجاري. أسفر هجوم إرهابي غادر لتنظيمة داعش على قرية خضرجيجة أسفل جبل قراتشوخ ضمن إدارة قضاء مخمور عن استشهاد 10 من كوكبة بشمركة كردستان و3 مدنيين. الحادث خلف وراءه ردود أفعال غاضبة في عموم كردستان، وأصبح محط أنظار كافة المستويات والصعد الإدارية بإقليم كردستان وقيادة قوات البيشمركة، كما رفع من مستوى الجاهزية الأمنية. الحادث خلف وراءه إدانات واسعة على الصعيد العالمي والإقليمي والداخلي، فقد أدانت الأمم المتحدة وأمريكا والدول الأوروبية والدول الإقليمية والأحزاب الكردية في عموم أجزاء كردستان سوى حزب العمال الكردستاني البككة، فهو الحزب الوحيد الذي وظف الهجوم الإرهابي للدعاية الإعلامية واستثماره والاستفادة منه قدر الإمكان. فأصبح الحادث نقطة انطلاق لماكينة البككة الإعلامية للاستخفاف ببيشمركة كردستان والاستهانة به وبكيان إقليم كردستان وتضليل الرأي العام. وسائل إعلام البككة تصف البيشمركة بالشهداء في قسم اللغة الكردية اللهجة السورانية، وتصفهم بالموتى في قسم اللغة التركية والعربية. نقل إعلام البككة الحديث بأساليب شتى ووفق ميول متابعيها وقرائها. فوكالة روج نيوز التابعة للبككة والتي تبث في محافظة سليمانية بإقليم كردستان أرغمتها حساسية الشعب الكردي في إقليم كردستان تجاه البيشمركة وحبهم المطلق لهم، على وصف ضحايا البيشمركة في الهجوم بالشهداء في قسم اللغة الكردية اللهجة السورانية، بينما وصفت نفس الوكالة شهداء البيشمركة بالموتى في قسم اللغة التركية واللغة الكردية اللهجة الكرمانجية وكذلك اللغة العربية. والجدير بالذكر أن قسم اللغة التركية لهذه الوكالة يدار من قبل كادر البككة المدعو سيد أفران، وهو معروف بمنشوراته المعادية والمناوئة لإقليم كردستان، كما كان ذو باع طويل في صناعة الأنباء حول مناطق كركوك وخورماتو والتي تسيطر عليها ميليشيات الحشد الشعبي. سيد أفران مناضل البككة وكادره الإعلامي المولع بالعراق، فخلال أحداث 16 أكتوبر الخيانية ولدى احتلال كركوك كان لسيد أفران دور بارز ضمن أطر الحشد الشعبي في صناعة الأخبار ونشرها. وسيد أفران هذا المولع بالعراق والحشد الشعبي قد قدم في العديد من المرات مقترحاته للحكومة العراقية على شكل أنباء. إحدى هذه المقترحات كانت لدى زيارة الزعيم الكردي مسعود بارزاني لبغداد في تشرين الأول عام 18، حيث نشر سيد أفران خبرا صرح فيه بأن المحكمة الفيدرالية العراقية قد أصدرت حكما باعتقال البارزاني نتيجة إجرائه استفتاء الاستقلال، فكتب: لماذا لم يعتقل في بغداد؟ هذا الوضع سيعرض المستقبل العراقي لخطر عظيم. فكان الخبر بمثابة مقترح من سيد أفران للحكومة العراقية باعتقال زعيم كردي، كما وتجسد حبه للعراق. هذا وسيد أفران هو الوجه الحقيقي لإعلام البككة، فهو يفضح فقط وجها من أوجه الحقد والكراهية السافرة وعداء البككة لكردستان والوطنيين المخلصين من رموز الوطن. أوزغور بولتيكا تقتات على الموت تعد ويانا في إحدى وسائل الإعلام البككة التي لم تنشر سوى الخبر الذي نشرته في الليلة الأولى من الهجوم، ولم تر إطلاقا أن حادث استشهاد 13 كرديا على يد داعش يوازي خبرا عن الدولة تركيا في الأهمية. أما صحيفة أوزغور بولتيكا والمواقع والمنصات الإعلامية الأخرى للبككة في أوروبا فقد حاولت تهويل الحادث وتحريفه عن مساره. فقد نشرت صحيفة أوزغور بولتيكا الحادث وفق سيناريو مختلف تماما، فكوادر هذه الصحيفة البككية حاولت اتهام البيشمركة بالجبناء والفارين، فصورت الحادث على أن داعش هاجم البيشمركة وأن البيشمركة فروا وأن أهالي المنطقة تصدوا للهجوم دفاعا عن البيشمركة، ووصفت الضحايا بأنهم ماتوا. عليه فإن داعش ليس متهما إطلاقا، وإنما المتهم الوحيد في القضية هو بيشمركة كردستان، غير أن أقوال والدة الشهداء الثلاثة في تلك القرية تدحض هذه الافتراءات التي صنعتها ماكينة البككة الإعلامية ومنصاتها الدعائية. فقد أدلت اللابوة الكردية وأم شهداء الثلاثة بيان عثمان بتصريح صريح أن الهجوم استهدف منزلها بداية الأمر، وأن الشهداء البيشمركة الثلاثة إنما استشهدوا لدى تصديهم للهجوم وحماية منزلها، في حين حاولت قوات البيشمركة الأخرى التدخل في الاشتباك وحماية أهل القرية والبيشمركة المتواجدين فيها، فانفجرت عبوة الناس فزرعها تنظيم داعش بآليته، ما أسفر عن استشهاد 7 آخرين من هذه القوات الوطنية البطلة. فنقل الخبر محرفا لم
تقدر قوات البيشمركة على الصمود ففرت في قسم اللغة الإنجليزية من صحافة الباكيكا، إنما كان يهدف الازدراء والانتقاص من قيمة البيشمركة والإساءة إليه لا غير. اذكر بولتيكا على خطى جميل بايك ورؤاه ادعاءات الباكيكا بأن البيشمركة لم يقدر على القتال والتصدي، وزعمها أن مسلحيها هم وحدهم القادرون على المعارك والحروب، ادعاءات ليست بجديد على الساحة. فعندما استشهد ما يقارب من 100 من بيشمركة كردستان في الوقت الذي كان داعش يستعد لمهاجمة إقليم كردستان، كانت الباكيكا ثابتة على موقفها المعادي والمحارب لبيشمركة كردستان على قدم وساق. فقد صرح جميل بايك خلال حوار مع صحيفة فرانكفورت العامة الألمانية في 22 آب 2014 سمح البيشمركة للموت بحصد أرواح آلاف الإيزيديين فقط من أجل أن تقوم الدول الغربية بدعمه وتعزيزه بالأسلحة، وأن الأسلحة التي سيحصل عليها البيشمركة ستصبح في يد داعش. فمنذ تلك الفترة ولغاية الآن تحاول الباكيكا خلق مثل هذه الأفكار والرؤى حول البيشمركة، ولهذا تستمر منصاتها الدعائية وماكينته الإعلامية بنشر مثل هذه الافتراءات الكاذبة عن بيشمركة كردستان. الاتجار بدماء الشهداء خيانة. تحاول الباكيكا استثمار الموت والمتاجرة به سياسيا، فإذا مات الأطفال الكرد في أي مكان ما في كردستان وكان حزب يرى هؤلاء الشباب على أنهم أعداؤه، وبقول أتساءل ما الذي سيحصل لي من وراء هذا الموت، يحاول الاستفادة منه، فهذه خيانة عظيمة. وبصدد مقتل شباب الكرد فالحق أن هناك تقييمات وراءها دوافع ونوايا حسنة، كما أن هناك انتقادات في بعض الأحيان، إلا أن استهتار واحتقار نضال البيشمركة ومقاومتهم خيانة وانعدام خلق أمام هؤلاء البيشمركة الوطنيين المخلصين، بل هي خيانة بحق الأمة الكردية. فعندما تتم محاولة الاحتقار والإذلال بحقهم في وقت ما زالت أجسادهم الطاهرة ممدودة في ساحة المعركة ولم تجف دماؤهم بعد، وتتم المتاجرة بدمائهم المراقة من أجل الوطن، فهذه أعظم خيانة على الإطلاق. والباكيكا إنما تمارس هذه الخيانة البشعة على وسائل إعلامها وبشكل متناسق وممنهج.